الله وبركاته شباب، كيف حالكم؟ شلونكم؟ بصحة وسلامة، واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. معاكم اخوكم مصدق بعنافة. زي ما شفت يا جماعة بالعنوان، موضوعنا اليوم عن البنبلوني. وزعنا 120 قطعة بنبلوني في سيدي بوسعيد. فرحنا الناس وفرحت بهذا اليوم بشكل جدا كبير. كان تاريخ 14/8، اليوم تاريخ 25/8. امس رجعت لألمانيا ومنتجت الفيديو، والان زي ما تشوفوا جالسين تتفرجوا ونشرته. فاتمنى يعجبكم الفيديو، ما حطول عليكم بالمقدمة. شوفوا الفيديو للأخير واشتركوا في القناة عشان نوصل 100,000 مشترك. رابط الانستغرام حقي بيكون موجود تحت في صندوق الوصف. واشوفكم في فيديوهات ثانية. استمتعوا بفيديو من أول ثانية إلى آخر ثانية، وشوفوا كيف كان الوضع جدا جميل. وكان اليوم رائع وعدى بسلام وبنجاح، والكل كان مبسوط، وأولهم كنت أنا مبسوط. فبس تابعوا الفيديو وإن شاء الله ينال إعجابكم. في أمان الله. هكذا ما زلنا مكملين معاكم في الحدث في سيدي بوسعيد مع شباب الطيبة. هون العجينة يا جماعة زي ما تشوفوا هي عبارة عن خميرة. قلت لي خميرة وماء وملح وفرينة أكاو، يعني الفرينة بما معنى الدقيق. نعم، وملح، وهكذا تنعجن. هذه الكميات اللي تنعجن. شباب هون المكان صغير لكن الخدمة باهية. وين ما تروح وين ما تاكل بنبلوني ما كيش تاكلها كيف سيدي بوسعيد. امشي العالم الكل. اما هون عندي شباب الطيبة كما تشوفوا في المكان الصغير هذا باش تذوق احلى بلبلوني ممكن تذوقه في حياتك. عمر المحل من عام 1932 صحيح. اجيال دا اخذت المكان، واجيال تشتغل عليه، واجيال مستمره فيه. وهكذا زي ما تشوفوا اللوحه. السعر 1 دينار، ما فماش بلايص ب1 دينار يا جماعه. السعر يساعد الجميع. وهذاك عمر المحل 1932، يعني السعر مناسب للجميع، المكان مناسب للجميع، والجو غير. كل شيء هوني غير، كل شيء هوني غير. تعالوا نخرج لبرا نحاول ان احنا نعطي الجماعه البنبلوني اللي نقدر نعطي عليه، ونكمل معكم هوني. اليوم العالم البنبلوني حبينا نحيي هذا الشيء ونطلع على اليوتيوب عشان الناس الكل تعرف عن هذا المكان. ممكن يجوا تونس، ممكن يروحوا اماكن البحر يتسبحوا فنادق، اما ما همش يجوا هنا، ما يجوا الى سيدي بوسعيد وما يجربوا البنبلوني. هذا الشيء حرام. لازم الكل يجرب البنبلوني. اليوم الكل موجود، حتى الاجانب حاولنا نعملها بالفرنسي والعربي والانجليزي عشان الكل يكون عنده الامكانيه انه يقرا ويفهم هذا الشيء العظيم اللي صار له هنا من عام 1932. حاول الحين ناخذ من عنده كم حبه ونعطيها للجماعه، وان شاء الله يستمتعوا بالبنبلوني والاجواء. اليوم سيدي بوسعيد معبيه بشكل غير طبيعي. ما كنت اتوقع انها بتكون زحمه لهذه الدرجه، ولكن الزحمه فظيعه اكثر مما كنت اتصور. فخلونا الحين نشوف الجماعه اصحاب البنبلوني. قرب رويهم كيف يحطها في السكر. يحرك السكر ويحطها فيه، تخرج حارة من النار، وعلى طول على السكر يا حبيبي. غمس ووزع، غمس ووزع، ما فيهاش وقت للضياع ابدا. هكا العجينه، وهكا الشباب الطيبه الكل اللي تشتغل في البنبلوني من اجيال واجيال واجيال تورثوها. كلهم في نفس الخدمه، كلهم في نفس المكان، صار لهم معروفين، الكل يعرفهم، الكل يسمع بيهم، والكل يجيهم من كل مكان. شوف القلب، عمل لك القلب. هكا القلب التونسي، هكا شعب تونسي طيب ومحباب، وكل من نجم نقول عليهم الا كل خير الصراحه. هكا استقبلونا اليوم هوني باش نعمل اليوم البنبلوني العالمي. نحاول نتكلم معكم بالتونسي، نتكلم معكم بالعربي، نتكلم معكم كل اللهجات عشان تفهموني ان شاء الله. ومستمرين الحين بناخذ بنبلوني ونوزعها للجماعه، ونشوف ان شاء الله الكل يكون مستمتع ومتفرهد. سكر السكر السكر، زيد لهم في السكر، اهم شيء السكر. يا سلام يا سلام يا سلام. صف تفضل اللي بالصف تفضل تفضلي. اي تفضلوا اللي بالصف. يعطيك الصحة يعطيك الصحة. اللي بالصف تفضل. يو ويلكم. بسم الله بالشفاء. تفضل خويا. تفضل. اي صح. يس. ايوه انتبه. ما شاء الله تبارك الله، الشعب الكل موجود حاضر بقوة. البنبلوني له عشق مش طبيعي. هذا الطابور كله مش على الفاضي، هذا الطابور يحكي حكاية كبيرة، هذا الطابور يحكي حكاية كبيرة، حكاية البنبلوني اللي صار له من سنين. هذا الطابور مش على الفاضي.
شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. انا نوقف المره الاولى وقفت ابعد من هكا باش ناكل البنبلوني. من يوم ما اكلت البنبلوني سيء، رابع مره في تونس ان شاء الله. اكثر واكثر، تونس بلادي الثانيه ولات. شعب تونسي وفيو ما شاء الله. تمام، تو نكمل جسحا ونكمل مرة ثانية. أنا رسالة لأخواننا العرب، اسمعوا من سيدي بوسعيد في تونس من يوم العالمي البنبلوني. معنا رسالة، حابة تعمل رسالة لأخواننا العرب، تفضلي. مرحبا بكم في تونس. هاك تشوفوا سيدي بوسعيد أجواء رومانسية، يعني رسالة للعرسان اللي يحبوا يحتفل بالهانيمون ولا ما في أحلى من جو سيدي بوسعيد ورومانسية متاع سيدي بوسعيد، أزرق وأبيض وسماء وبحر. مرحبا بكم. فما حاجة نسيتيها، أما فما حاجة نسيتيها. في حاجة مميزة بسيدي بوسعيد قاعدين نعمل فيها احنا تو، شنية؟ البنبلوني. ما في أحلى من سيدي بوسعيد، ما في أحلى من تونس. شوفوا الناس كيف طيبة، شوفوا الناس كيف مرحبة، ترحب بالكل. ارحبوا، زوروا تونس. تونس تستاهل الزيارة، تستاهل التعب، تستاهل السفر، تستاهل التذاكر، تستاهل الفلوس، تستاهل كل شيء. ارحبوا ومن بعد تاكلوا بنبلوني، يمكن بلاش يمكن بدينار. انتوا حظكم. انتظر في البنبلوني، قاعد تستنى في البنبلوني، تو يجيك بسرعة، تو يجيك بسرعة، أسرع منك تقعد في الدور. A few moments later. تو شوف اجا البنبلوني هكا متاعك، هكا البنبلوني متاعك، لو ما عادش تنتظر. ها هز تفضل. يعطيك الصحة. أنا من اليمن. من اليمن. اي نعم، يعطيك الصحة، شرف لي عايش. اسبانيول، ايطاليانو، مبروك. عايشك ايطاليان. ciao bella مارغريتا. تونسي، يعطيك الصحة. أنت جبتم هوني، علاش جبتم؟ لا، مرتك وولادك، فكرت الجماعة نتاعك. لا، ولدي وبنتي اوكي ومرتي وهذوما اصحابهم جاوا معي. اوكي، جبتم هوني سيدي بوسعيد باش تاكلهم بنبلوني. علاش؟ قول لي علاش؟ فما نكهة مميزة هوني في سيدي بوسعيد وما ياكلش البنبلوني ما جاش هكا يروح. يروح على روح. هكا الكلام الصحيح. يجي سيدي بوسعيد ياكل بلبلوني. هوني هذا المكان، شوف الزحمة، شوفوا البنة، شوفوا التعامل، شوفوا الأسلوب. مكان باهي على الآخر يا جماعة، مكان باهي على الآخر. متسمي بالبنبلوني. ها؟ البنبلوني سيدي بوسعيد متسمي بالبنبلوني. نعم. البنبلوني والقهوة العالية. نعم. هاي. مرحبا بكم. يعطيك الصحة. You come every time here to eat bambaloni? Yes, every year. Every year. Just to eat bambaloni. Just to eat bambaloni. To Tunisia to eat bambaloni. Nice. هكا من كل مكان، من إسبانيا، من إيطاليا، من كل مكان. International. Bambaloni is international, not just here or there. بنبلوني انترناسيونال. من بعد بنسأل إن شاء الله أشخاص هكا على حالهم شو رأيهم في الجو بسيدي بوسعيد وكيف الوضع وكيف البنبلوني، إن شاء الله يعجبهم كلهم. شنو أحوالكم؟ لاباس الحمد لله. أنا من اليمن. من اليمن. نعم، وأنتم من الجزائر. إحنا كلنا أخوة، صح ولا لا؟ كيف سيدي بوسعيد كيف تشوف؟ هاي لو أنا صغري هنا عقبت لنا. وأنت تجي من الجزائر ديما ولا؟ ديما من الجزائر. واصل تجي كل سنة ولا مرة واحدة كل عامين؟ شوف أبار هاد لابيريود من 2017 ما جيتش. وعلاش تجي لتونس؟ إيش المميز فيها؟ نون سيرمون باسكو أنا مزيود لهن. حاول بالعربي، حاول بقدر المستطاع باش يفهموك بالعربي. مولود هنايا. نعم، حلو. ثاني عندي العائلة لهنا. حلو. أنا عمي. ثالثة بلاصة باهية. تونس تنصح الناس يجوا تونس؟ بيان سور البلاصة هذه تستحق التذاكر والتعب. تستحق بزاف. كل شيء. كيف الشعب التونسي برايك؟ الشعب التونسي باهي، جو باهي بزاف. كيف الشعب اليمني برايك؟ كان تعرف عليه حاجة؟ شوف بصراحة ما خالط حتى يمني، بس أول يمني نشوفه هنا يفرق في البنبلوني هزيت نظرة مليحة. يعطيك الصحة. وأنت إيش رأيك؟ سمعت حاجة عن اليمن ولا؟ اليمن والو. والله ما نكذب عليك، بالك تفرج دي يوتيوبر تما مي ابار سا نو.
ما بس يوتيوبر وكاو، ما عمرك قابلت شخص يمني هيك على الطبيعة؟ كما قال انا ضربني يعني تسمع منا وروح اليمن الله اليمن. يسعدكم، الله يسعدكم، احنا نتشرف بكم الكل. متشرفين أخوي. انتم اخواننا يعيش. وحبايبنا، متشرفين ويعطيكم الصحة يعيش. ان شاء الله ديما مبسوطين إن شاء الله. ومرتاحين هون إن شاء الله. يعطيكم الصحة في امان الله. اكثر من هذه تزيد ولا يهمك، ان شاء الله ان شاء الله الجاي احلى. ديديكاس بارك الله فاميك داونا مع اصحاب لهم ديديكاس. وزع سلام، اعطي رسالة سلامات لاي احد، سلم على حد تحب تسلم عليه بالكاميرا. جميع واحد يعرف السيمو اكون في القلب. ايوه اما ما تسبش ما هذيك معك. يعطيك الصحة. المبادرة اللي عملتها حلوة يعطيك ممتازة الصحة. بالحق، وهي تقريب فريدة من نوعها، يعطيك نجم الصحة. نقول ظريفة الحمد على لله. رأي الهمذاني بليغ من الهمذاني. حاجة سيدي بوسعيد. سيدي بوسعيد، احكي لنا عن سيدي بوسعيد. سيدي بوسعيد اي نعم، نعرف شنو هو صحيح. سيدي بوسعيد. سيدي بوسعيد الباجي اي نعم. هو أحد رجال تونس الصالحين، نعم. وهو من العلماء، لكن الغالب التوانسة خذوه كزاوية، يعني كتبرك، هاو كراجل نجيوه للزاوية ذيك نقراو فاتحة كذا. طبعا نقراو فاتحة على أمواتنا الكل المسلمين. علاش تفرد بالمكان هذا بالذات؟ نعرف تو سيدي بوسعيد كانت لاحظها في منطقة جبلية، وكانت بعيدة عن العمران والحضارة. جميل. أي بعيدة عن المدينة. حلو. كما سيدي بالحسن الشادلي جيت تونس العاصمة، جيت باب عليه وكانت تعدى من غادي، يعني من الرباط الآخر يتسمى. ديما كانوا الأئمة أو العلماء ينفردوا أو يتفردوا في أماكن العبادة تاعها الخلوة، ما يسمى بالخلوة، الخلوة نعم. للتعبد. نعم. ولكن هم لم يتفردوا للعبادة وانعزلوا عن المجتمع، بالعكس هم واصلوا في تدريس الناس، واصلوا في حثهم وبث الوعي. لكن من بعد سنوات الحقيقة تاع الاستعمار أو التخلف أصبحت الأولى كما تو سيدي عزيزي هذا هو مقابلنا. اي نعم، زاوية سيدي وعلى عزيزي. فكرة أنا اكتشفته لأول مرة. اوه كتونسي. كتونسي اكتشفته لأن أول مرة نطلع المنصة دي. نقعد نريح شوية. فنقول بارك الله في مصدق اللي كان معناتها يعطيك الصحة سبب. بالضبط. يعطيك تو الصحة. عندنا احنا لهنا عندنا سيدي عزيزي، اي سيدي الشريف، سيدي شبعان، سيدي بوسعيد. كانت تلاحظ في تونس تقريب حتى في الحوم العربي العتيقة. ايوه فهمت؟ كلها تقريب فيها الزوي، الزوية ذي الزاوية. الزاوية اوكي نعم. أو الخلوة. اي نعم. هي عملت دورين اثنين. حلو. هو دور العبادة ودور التعليم كتتيب. نعم. اللي الحقيقة بقات متميزة به موريتانيا شقيقة. موريتانيا الشقيقة. احنا توا تونس مازالت، لكن عملت فيها نقلة نوعية، وكأن الكتاتيب أصبحت بشكل كأنها مدارس. اي فهمت؟ أي. اصبحت الزاميه. هي ما كانتش ما اصبحتش هوايه. لكن على الاقل بالنسبه للسن نتاعي واللحظه ذاه كنا نقراو على الحصر. اي. وكانت الفلقه للمعاقبه، للضرب في الرجل. هي الفلقه عرفتها؟ الفلقه يضربوها في الرجل. نعم. وكانت العصا اللي يمدها المد بيبدا قاعد على مسافه 3 امتار، لكن تمتد لان عصا زيتون. قويه هذه. مطاطيه كانها تروح وترجع. تخلط. اضرب كنا كي نحفظوا القرآن في الكتاتيب. نعم. كان كي نختموا حزب. نعم. يعني 8 تقريبا. كان نعمل لنا الزينة. حلو. ونجيبوا الفطاير، مش الفطاير هذه البمبالون، عندنا فطاير بالعسل. هي حقيقة الأمر مش عسل وأنا مشحور، هي تتقد سكر وقارص. هكا يسموه احنا شيرة، نسميها الشيرة. اي نعم، بالسكر والماء. يعطيك الصحة. وفي تونس يسميوها النساء. يسميوها بالنسبة للبقلاوة وللحلويات الأخرى اللي يسميوها البونتو هي مش الهدف. هذيك كرة القدم الهدف. فما برشا حاجات متشابهة في الأسامي. نعم. أما الواحد لازم يعرف وين موضع الكلمة. كما جبت لك اللقب تاعك، ستحدث عن اللقب العائلي. أي نعم. الكعبي أصلهم من اليمن. ونعم، نتشرف بالكل والله. بالطبع. احنا كلنا أخوة. وأنا نميل للمنطقة ذيك، نميل لها. الحمد لله. إن شاء الله وسأختم ببيت شعر. أحلى ختمة. مصر والشام ونجد واليمن ولبنان والعراق مع تونس كلها أمتي والنعم. يعطيك الصحة يا عايش خويا، يعطيك الصحة يحفظك. تشرفنا بيك، نورنا بالفيديو. والله انتم شكرا. الله يسعدك ان شاء الله يا رب. انتم زحمة سيدي بوسعيد مش طبيعية يا جماعة. اليوم سيدي بوسعيد باش ينفجر، معبي على الاخر. فخليكم معنا، استمروا بالفلوق ان شاء الله. تو نكمل نوزع الباقي ونعطي الجماعة، نحاول نعطي اللي واقفين في الطابور الورا. تو نجيك نعطي الجماعة اللي واقفين في الوراء علشان ما يستنوا أكثر، يوصل لهم البنبلون إن شاء الله بسرعة.
الطابور هنا نحاول نخفف ونساعد الشباب من الحساب، وبرضه نحاول نخفف الطابور إن كل واحد ياخذ بنبلون يتباعه ويمشي. جماعة اللي بالصف تفضلوا بنبلوني وتوكلوا. ما عندنا شيء، حاسبوا لا شيء، لا تخلصوا لا شيء. تفضلوا اللي بالصف يتفضل. اي كعبة سامحني. كعبة. اي حزبوا ايوه يلا بس. وصلنا للنهاية يا جماعة. هذول الشباب الطيبة، الوجوه الطيبة، الكل اللي ساهمت وساعدت في هذا اليوم العالمي، اليوم الجميل للبنبلوني. نشكركم جميعا. شكرا. تحب توصل رسالة لحد؟ يعطيك الصحة اخواننا العرب زادة ان شاء الله مرحبا بهم العرب والكل والاجانب زادة. الكل والاجانب الكل ان شاء الله. رحبوا كلكم لتونس، رحبوا لهذا المكان بالذات وبالتحديد. اجوا لهوني، دعموهم، اشتروا بنبلوني. حاجة ما توصفش، حاجة تذاب بالفم، ما توصفش بالكلام. يعطيكم الصحة. يا سلام يا سلام على تونس، يا سلام على الناس، يا سلام على المكان، يا سلام على الجمال، يا سلام على الجو، يا سلام على كل شيء. أتمنى هذا الفيديو يوصل لأكبر كمية ممكنة من الشعب العربي ويشوفوا الجمال في هذه الدولة الرائعة اللي نجم نقول شبه منسية. تونس جميلة، تعالوا زوروا تونس، تستحق الزيارة، والبنبلوني يستحق التعب ويستحق الحر ويستحق الطلعة ويستحق الطابور ويستحق كل شيء. نراكم مرة أخرى في فيديوهات أخرى. لا تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر التنبيهات. كان معكم أخوكم مصدق بنافع. قربنا نوصل 100,000 مشترك وإن شاء الله بس نوصل الحفلة تكون هنا إن شاء الله. فاشتركوا في القناة وفعلوا زر التنبيهات. انستغرام، رابط انستغرام موجود تحت صندوق الوصف. أشوفكم مرة ثانية. تحياتي لكم من سيدي بوسعيد. مع السلامة. أحب أشكر الجماعة في المحل اللي كان يشتغل في محل بنبلوني وصاحب المحل وكل الناس اللي ساهمت في هذا اليوم الجميل. وأشكر كلثوم وأشكر الناس كلها اللي وقفت معي في هذا اليوم وساعدتني وكانت معايا في الصغيرة والكبيرة في التفاصيل كلها. شكرا للجميع، شكرا للناس كلها، شكرا عبد الرحمن المصور الكبير، شكرا للجميع فعلا. شكرا على هذا المساعدة. ما أعرف كيف أعبر، ما أعرف كيف أشكركم. أتمنى يكون عجبكم الفيديو. إذا عجبك الفيديو زي ما قلت لك اشترك في القناة وفعل زر التنبيهات. خلونا نوصل 100,000 في أسرع وقت. وبس ترقبوا الفيديوهات الجاية حتكون أحلى بإذن الله. تحياتي لكم. Peace out.